انا عملت صفقة العمر مع مديرة تنفيذية قلبها حجر، واحدة تلاجة ما بتتهزش. المهمة كانت ان اديها الجينات بتاعتي مقابل 5 مليون يوان، واول ما البيبي يشرف الدنيا الحساب يتصفى وكل واحد يروح لحاله واختفي انا من الوجود. بس مين كان يصدق ان جيناتي عالمية لدرجة اني ضربت ضربتي وجبت توأم. الدنيا كانت مقلوبة بره غرفة العمليات وهوجة كبيرة، فاستغليت الفرصة وخلعت. خدت الولد الصغير اللي صرخته كانت ضعيفة والفلوس وفص ملح ودهبة. بقالي 6 سنين عايش في الأرياف بربي فراخ وبزرع خضار، وكبرت ابني وبقت صحته زي الفل، لحد ما جه اليوم اللي ركبت فيه التروسيكل بتاعي ودخلت المدينة علشان ابيع الخضار وهو معايا. وفجأة عربية فخمة وقفت قدامي بالظبط، ونزل منها واد صغير لابس بدلة وشيك جدا. الواد نسخة طبق الأصل من ابني جنج صرخ بأعلى صوته وبكل ثقة: بابا، هو أنت مخبي واد تاني في المدينة من ورايا ولا إيه؟ في لحظة عيون كل بياعي الخضار والزباين رشقوا فيا. قلت بس أنا رحت في داهية، أنا ميت لا محالة. دماغي فضلت تزن، والكرنبة اللي كانت في إيدي وكنت هبيعها كانت هتقع مني، وعرقي بقى ينزل شلال عليا. عمري ما تخيلت إن حياتي الهادية في الريف هتنتهي بنكسة زي ديت. في نفس اللحظة دي جنب الميباخ الراجل اللي عامل فيها مدير صغير كان بيبص لنا وهو مصدوم زي ابني بالظبط، وعينه فيها نظرة فحص وفضول غريبة. وفجأة باب العربية اللي ورا اتفتح وخرجت رجلين طويلة بشوارب سوداء، وبعدها ظهر الوش اللي محفوظ في الDNA بتاعي، الوش اللي لسه بيخليني اقوم مفزوع من احلامي. كين بينج 6 سنين وما اتغيرتش ولا فينتو ثانية، وش بارد كأنه لوح تلج، ونظرة تخليك تتجمد مكانك. الفرق الوحيد ان جبل التلج ده اخيرا ظهر فيه شرخة، وعينيها راحت الاول على وش جنج اللي كان متبهدل ترابه وشبهي بالظبط، وبعدين نقلت نظرها ببطء للولد اللي لابس بدلة. 2 توأم نسخة واحدة، واحد لابس بنطلون جينز مرقع وعامل فيها زي النعسان الصغيرة، والتاني لابس بدلة تفصيلية غالية كأنه برنس. الجو اتكهرب والنبض عندي وصل ل 180. ابني قال لي: يا بابا انت عندك عيلة تانية في المدينة ولا ايه؟ هتفسر ده بإيه؟ قلت له: يا ولد يا غبي، وانج ده كلبة العمدة ايه اللي دخلها في الموضوع؟ كتمت بقه بسرعة ورسمت ابتسامة على وشي كانت اوعر من العياط، وقلت: العيال بيفتوا واي كلام بيجي في دماغهم بيقولوه. كينج بينج طنشتني خالص، وعينيها كانت عاملة زي مشط الجراحة بتشرح كل حتة فيا وفي ابني. وفجأة الحراس اللي وراها بدأوا يتحركوا ويحاصروني. ما كانش في دماغي غير فكرة واحدة وبس: اجري ياضا. دوست بنزين في التروسيكل بتاعي، وصاحبي القديم اللي بقاله معايا 6 سنين طلع زئير مرعب وهو شايلني انا وحمولة الخضار وطالع يجري بيا. كينج بينج صوتها رن من ورايا ببرودة: هات هو. انا كنت معروف بملك السباقات في منطقتي، فقرصت على البنزين لاخر شهرة، والتروسيكل بقى بيطير بين الممرات الضيقة، بدشدش كل حاجة في الطريقة، وشتايم العواجيز كانت مالية المكان. ابني كان فرحان وبيشجعني: عاش يا بابا، انت جامد زي الافلام. قلت له: جامد ايه يا روح بابا، احنا بنجري علشان نعيش. بس في الاخر التروسيكل ما كلش عيش قدام عددهم، واول ما خرجنا من السوق عربية سدت الطريق قدامنا، و2 حراس سحبوني من فوق المكنة زي الفرخة المبلولة ولزقوا وشي في كابون العربية. ابني كمان شالوه بس ما كانش خايفة، ده كان بيطلع لسانه للولد اللي لابس بدلة. كينج مينج قربت بخطوات واثقة ونتهت اسمي: جانجزية. صوتها ما كانش عالي بس جسمي كله اتنفض، وقالت: عاش من شافك. حاولت ارفع راسي وارسم ضحكة صفراء وقلت لها: اهلا يا كوين بينج، ايه الصدفة ديت؟ انت كمان جاية تتسوقي وتشتري خضار؟ بوزها اتلوى وما ردتش عليا. وطت وبصت لجانج بتركيز وحاولت تلمس وشه، فالولد رجع لورا وبص لها بشك وقال: انت مين؟ بقول لك ايه، اوعي تفكري تبقى مرات ابويا، بابا متجوز وانج. صرخت فيه: يا ابني للمرة المليون، وانج ديت كلبة. ايد كينج بينج اتجمدت في الهواء وخدت نفس عميق ووقفت وبصت لي بنظرة كأنها عاوزة تقطعني حتته، وقالت بهدوء: من 6 سنين انا خلفت توأم، صح؟ الهدوء ده كان وراه بركان هيضرب، والحراس ضاغطين على كتفي بزيادة، لو اعترفت هموت ولو انكرت هموت برضه. فقررت اعيش الدور للاخر وعملت نفسي مصدوم. توأم؟ يا ست كين انت بتقول ايه؟ مش فاهم حاجة خالص، ده ابن اخويا، واخوه ومراته ماتوا في حادثة وانا شقيت علشان اربيه، حتى ان عصرت عيني علشان انزل دمعتين وقلت: شوفي شبه ازاي، مش بيقولوا الولد لخاله؟ ما كملتش الكلمة وابن جنج كبسني وقال لي: بابا ايه الهبد ده، انت ما عندكش اخوات اصلا، وجده وتيتا ماتوا من زمان، كنت عاوز الارض تنشق وتبلعني من الولد الفتان ده. كينج بينج بصت لي بغلة وطلعت شهادة ميلاد وسجلات المستشفى وقالت: السجلات بتقول ان البيبي اللي كان في الحضانة رقم بي اختفى بعد 3 ساعات من ولادتي. قلبي سقط في رجلي، كنت غبي ونسيت ادمر الادلة من الاستعجال. قلت لها: الصدفة والله، اكيد صدفة يعني،
ما كنتش فاضي الهري بتاعي وامرت الحراس خدوه على قصر يونجينج ويكلموا المحاميه عاوزه تحليل الدي ان ايه حالا. ركبوني العربيه كاني مسجونه ورموا ابني ورايا. الواد ما كانش همه اي حاجه وقعد يطبطب على الكرسي الجلد ويقول لي يا بابا ده اريح من التروسيكل بس ابطأ بكتير. قلت له ابطأ ايه يا ولد ما احنا محبوسين في الزحمه هوته. وصلنا القصر حته خياليه من اسمها تعرف انها بتكلف مليارديرات ودخلنا صاله كبيره لدرجه انك ممكن تعمل فيها دوري كوره والنجف الكريستالي كان هيعميني. ابني اول ما دخل اتجنن وقعد يتشقلب على السجاده. كينج بينج قعدت على الكنبه الكبيره وابنها كين شياو قاعد جنبها ماسك تابلت وهاديه بس عينه كانت بتروح على ابني وهو بيقلد صوت الكلب على الارض. فرق السما والارض منهم. كينج بينج قالت لي هديك فرصه واحده رجع ال5 مليون بتوع زمان وسيب الولد هنا وغور من وشي. قلبي وقع. ال5 مليون اصلا ضاعوا صرفتهم على البيت والارض وتربيه الفراخ ومصاريفنا مفيش معايا مليمه والاهم انها عاوزاني اسيب ابني حته مني اللي ربيتها بدمي وعرقي 6 سنين. بصيت في عينيها لاول مره بشجاعه وقلت يا ست الكل الفلوس هحاول اتصرف فيها وارجعها لك بس ابني ده لا. قالت لي بضحكه استهزاء انت مجرد متبرع جينات والعقد ما كانش فيه سير التوأم. رديت عليها الواد ده كان ضعيف جدا والدكاتره قالوا مش هيعيشوا. انا اللي خدته وربيته بميه الرز ووصفت له البلاد لحد ما بقى شحط قدامك. انا اللي خليته يعيش ديت الحقيقه. جانج كان مولود ناقص وكان ضعيف زي القطه وانا خدته وجريته نص علشان الفلوس ونص علشان خفه امه اللي قلبها حجر تسيبه يموت. ملامحها اتغيرت للحظه بس رجعت تاني وقالت مش فارق معايا ايه اللي حصل المهم انك سرقت فلوسي وسرقت ابني ولحد ما تطلع نتيجه التحليل مفيش خروج. هوريك معنى اليأس الحقيقيه. اول يوم في سجن القصر عرفت ان حياه الاغنياء ديت ممله جدا. حبستنا في اوضه كبيره فيها حمام وبلكونه بتطل على ملعب جولف. ابني كان طاير من الفرح وقعد ينط على السرير كانه نطاطه وقال لي يا بابا هنعيش هنا خلاص ده احسن من زريبه وانج العجوزه. الواد ما لقاش تشبيه ارقى من كده. حاولت افتح الباب ساعتها لقيته مقفول وفي حارسين واقفين زي رايه وسكينه بره والشبابيك متامنه. وقت الغدا الشغاله خبطت ونزلنا السفره كانت مليانه اكل من كل صنف ولون. كينج بينج في راس الترابيزه وابنها بيقطع الستيك بالشوكولاته والسكينه في هدوءه واحنا قدامهم. ابني بيشوف الاستاكوزا وهجم عليها بايده وكان هياكلها بقشرها. فقلت له يا ولد اتلم فين الانتكه. رحت مقشرها له وحطيت اللحم في طبقه. قال لي تسلم يا بابا وراح ماكلني حته في بقي الاول. كينج بينج ايديها وقفت وهي بتبص لنا وعينيها كان فيها مشاعر متلخبطه. الواد التاني كين شياو فضل يتفرج علينا بسكوت. كينج بينج قطعت السكوت وقالت لجانج من النهارده هتتعلم الادب مفيش صوت وانت بتاكل ومفيش اكل بالايد لازم تتعلم الشوكه والسكينه. ابنه بقه مليان اكل. قال لها ايه الادب ده بيتاكل. كينج بينج كشرت وقالت لابنها يا شياوه علم اخوك. الواد قام وبكل هدوء جاب طقم شوك وسكينه واداهم لشيومان وقال له امسكهم كده. ابن حاول يقلده بس النتيجه كانت دشدشه وصوت خبط عاليه. الشوكه وقعت على الارض. الواد وطى علشان يلمها قام خابط راسه في رجل الترابيزه خبطه تماما. الصاله اتقلبت في ثانيه. قعدت اتفرج على الخادمات وهي بتجري يمين وشمال ومرعوبين ووش تشينج بينج اللي كان بيسود اكتر واكتر وحسيت فجاه بانتصار كده وشماته. ادي اخره اللي يبص لاولاد الارياف من فوق. ابني لوحده ممكن يهد القصر ده فوق دماغها. يا دوب عرفنا نخلص الاكل. تشي بينج ندهت على كين شياو وادت له كومه لعب شكلها غالي جدا. شياو خد اخوه وراحوا اوضه اللعبه وبعدين بص ببرود لجانج وقالت له كل اللي هناك ده ملكك خد اللي يعجبك. دي كانت بوضوح طلقه مغلفه بسكر. كنت في سري على اخري وحذر جدا. عاوزها تبوظ ابن الخام البريء ده بفلوسها ولا ايه؟ في المشمش يا ماما. الولدين التوأم وقفوا جنب بعض لاول مره بشكل رسمي. شينجينج كان حضن روبوتي وجانج شيومان لف حواليه وبعدين مد ايده وطبطب عليه في كل حته. خامه لبسك دي جامده قوي انعم بكتير من هدوم بابا الحمالات. تشينج شياو وشه احمر جدا من كتر ما اتلمس. همس وقال ده حريره يلا بينا هوديك مكان ممتع بكده. رحت وراهم بسرعه لقيت جانج ساحب تشين شياو رايحين على شجره كبيره في جنونه الفيلا. ركزت وشفت جانج شمر كمامه وتف في ايده وفي ثانيه كان طاير فوق الشجره. قعد على فرع وهو متمكن وبيشاور لشياو اللي كان واقف تحته ومبلمه. اطلع يا عم المنظر من هنا عالمي. كين شياو بص لفوق وشه كان فيه لفه بس خايف شويه. انا عمري ما طلعت الشجر قبل كده. خايف من ايه يا بطل؟ انا هعلمك. جانج عاش دور المدرس الصغير. امسك هنا بايدك ودوس هنا برجليك بس كده. ايوه كده الله ينور عليك. بتشجيع من جانج كين شياو بدا فعلا يطلع بذكاء بس بلخبطه شويه. انا كنت ساند على جذع الشجره وبراقب المنظر وقلبي فيه مشاعر متلخبطه. فجاء صوت شينج بينج رن من ورا. جانج
جيجي انت فاكر ان التربيه دي ممكن تضمن لك اي مستقبل؟ لفت وشفتها واقفه وبصه بسخريه وكانها بتقول اخره يسرق عشوش عصافير ولا يصطاد في الجبال. ضحكت وشاورت على الولد الصغير اللي بيعافر علشان يطلع الشجره. ممكن ما اقدرش اديله ورث بمليارات دولارات بس اقدر اديله طفوله سعيده. شوفي كده مش ابنك مستمتع دلوقتي؟ تشينج بينج بصت معايا على الشجره بمساعده جانج. تشين شياو اخيرا وصل لفرع واطيه، كان ماسك في الجسع وخايف شويه بس وشه كان منور بفرح اول مره يشوفها. العيال قعدوا جنب بعض على الفرع. جانج بقى كان بيشاور له لبعيد ولسانه ما بيسكتش وهو بيفشر عن ازاي كان مسيطر على القريه كينج زمان. عيون تشين بينج اهتزت شويه وسكتت وفجاه صوت طرقعه عالي سمع في المكان. المصيبه حصلت، الفرع اللي تشين شياو قاعد عليه ما قدرش يشيل الوزن واتكسر. الواد صرخ صرخه رعب وفقد توازنه وكان خلاص هيترمى من فوق الشجره. شياو تشينج بينج صرخت ووشها بقى لونه ابيض من الخضه. قلبي وقع في رجلي يلعن كده، هي الشجره دي ضعيفه ليا. الموضوع كله حصل في لمح البصر. جانج اللي جنبه اتصرف بسرعه البرق زي القرد الصغير ونط لقدام ولف دراعه بقوه حوالين وسط تشين شياو وقال له ما تخافش انا مسكتك. جانج استعمل كل قوته علشان يشد شياو اللي بيقع لفوقه بس من قوه الاندفاع العيال الاتنين اتزحلقوا من على الفرع ووقعوا. الحمد لله الوقعه ما كانتش عاليه ونزلوا على النجيله وهما متكعبلين فوق بعض. تشينج بينج وانا جرينا بسرعه على شياو. انت كويس؟ تشينج بينج حضنت شياو بقوه وبدات تفتش في جسمه كله والدموع في عينيها. جريت ساعدت ابني يقوم. بابا حاسس ان قفايا اتقسم 8 حتات بس فجاه بص لكين شياو وساله بقلق يا بطل انت تمام؟ كين شياو كان لسه في صدمه، هز راسه وبص لجانج وهمس بكلمه شكرا. دي كانت اول مره يكلمه من نفسه. تشينج بينج خلصت فحصه ولقيت عنده جروح خربوش صغير كده في كوعه. اتنفست الصعداء بس فجاه صبت غضبها كله علينا. جانج جيه هي ديت الطفوله السعيده اللي بتقول عليها؟ تسيبه يسحل ابني في حركات خطيره زي ديت؟ لو كان حصل لشياو حاجه النهارده كنت هخليك تقضي بقيه عمرك ورا القضبان. يا ستار يا رب على الست دي والله ما بتتفهمش خالص. وقبل ما الحق ارد جانج شيومان ما جاش على هواه الكلام ده، ملوش دعوه ببابا، انا اللي كنت عاوز اطلعه الشجره. الراجل بجد ما بيخافش من وقعه بسيطه. انا بقى طول الوقت نفخ صدره الصغير وقف قدامي زي الديك اللي بيحمي فرخته وبعدين انا اللي انقذته. المفروض تشكريني. تشينج بينج ما لقيتش رد تقوله، بصت للطفل اللي قدامها اللي عنده نفس ملامح ابنها بالظبط بس مليان شقاوه وتحديه. للحظه ما كانتش عارفه تقول ايه. ماما ما تلمهوش انا اللي كنت عاوز اطلع. وش تشينج بينج قلب من شاحب لاحمر. ده غالبا كانت اول مره تتخم من ولدها الاتنين في نفس الوقت. في الاخر طلعت صوت اعتراض كده وخدت شياو وقالت لي وهي ماشيه استنوا انتوا الاتنين. ودخلت الاوضه وهي بتخبط برجليها في الارض. وطيت وحطيت ايدي على شعر جانج. عاش يا بطل كنت راجل بجد. طبعا يا بابا مش انا ابنك، كنت حاسس اني طالع خسران من العاصفه ديت بس كنت عارف اني زرعت بذره في قلب الولدين. وبالليل تشينج بينج قررت تستخدم هجوم الفلوس علشان تكسب الولد. خلت الخدم ينقلوا اوضه لعب كامله لاوضه ضيوف جانج شويمان. عربيات بالمترو، قلعان، كل ما تشتهيه الانفس من الالعاب، كل ده علشانك انت. تشي بينج كانت واقفه عند الباب ووشها كله بارد. طول ما انت شاطر وبتسمع الكلام هجيب لك اكتر من كده بكتير. اهو بقى ابدا بقى تبقى كويسه. بدات اغراء الرسميه. بصيت لجانج وانا قلقان. شفت ابني وهو بيبحث في كومه الالعاب ديت كتير. في الاخر نقى ارخص مسدس ميه بلاستيكه. بص لي وقال لي بابا ينفع العب بده؟ هزيت راسي وقلت له ايوه. مسك المسدس وهو طاير من الفرح وقعد يضرب بوم بوم. شويه ينزل على السقف وبعدين رمى وجرى عليا. بابا ممكن تحكي لي حدوته؟ احكي لي لما كنت بتجري ورا الخنزير البري في القريه. هو انا جريت ورا خنزير بري قبل كده ولا انا ايه؟ ده انا اللي طلت من خنزير لمسافات 3 ميل. سلكت زوري وبدات الف قصه خرافيه من حكايات زمان. جانج كان بيسمع وهو منبهر خالص وفجاه نام في حضني. شلته وحطيته بالراحه على السرير ولما لفيت لقيت تشينج بينج لسه واقفه عند الباب. نظرها كان على اللعبه الغاليه اللي جانج رماها كانها زباله وبعدين بصت لابنها وهو نايم في حضني. عينيها كان فيها مشاعر غريبه ما كانش عارف افك شفرتها. قربت منها ووطيت صوتي. شفت يا ست هانم في حاجات الفلوس ما تشتريهاش. نفخت صدري قصادها علشان استرد كرامتي شويه زي الرابط اللي بين الاب والابن مثلا. بينج سكتت كتيره لدرجه اني افتكرت انها تطلب الامن يرموني بره. عينات الدي ان ايه هتتبعت للفحص بكره. يا جانجيه احسن لك تدعي انه ما يطلعش ابني. قالت كلمتها ومشيت وانا بتفرج على ظهرها وهي ماشيه لوحدها. الفرحه اللي في قلبي اختفت فجاه. يمكن الست ديت مش وحشه قوي بس الفكره دي قعدت 3 ثواني وبس لاني فجاه افتكرت جانج هو ابنها 100%. اول ما نتائج الدي ان ايه تظهر اليوم الاسود بتاعي هيوصل معاها. مش هقدر اسيب ده يحصل، مش هقعد استنى الموت بنفسي. تاني يوم الصبح بدري
بدري دكتورة العيلة وصلت البيت ومعاها كل عدتها. انا وجانج وكين شياو تلاتتنا قعدنا صف واحد على الكنبة مستنيين يسحبوا مننا عينات دم. كين شياو كان متعود بوضوحه، مد ايده وهو مش مهتم، بس بالنسبة لجانج دي كانت اول مرة. كان مرعوب لدرجة ان وشه بقى ابيض زي الورقة. كان متعلق في رقبتي. بابا مش عاوز حقنة، الحقن بتموت. يا واد يا شقي، ده انت كنت اكتر واحد بتتحرك وانت بتاخد تطعيماتك. طمنت وقلت له دي زي قرصة ناموسة مش بتوجع خالص. بجد؟ قلت له بجد. كنت بهديه ودماغي شغالة باقصى سرعة، لازم الاقي طريقة العب في العينات. عيني كانت على انابيب التحاليل اللي على الترابيزة. الدكتور سحب الدم الاول وبعدين ساعده يقوم بالراحة. جه الدور على جانج شوي معنا. الواد كان بيصرخ ويولول وبيعافر في حضني، مش عاوز يسيبني، مش عاوزة. الدكتور واتنين خدام اتجمعوا حواليا. المكان بقى هرجله وزيطه كبيره. ديت فرصتي، استغليت ان الكل مركز مع جانج ومديت ايدي في السر واستخدمت ضفري علشان اخبش ذراعي. خربوش صغير جدا، ياه دي بتوجع بجد. كنت خلاص هصوت من الوجع. لحظه ما الدكتور شك جونج شيان بالحقنه عملت نفسي حنين وبطبطب عليه وببوسه، بس في الخباثه كده رحت زاحف ايدي تحت دراعي ونقطه دم يتيمه نزلت بهدوء في انبوبه التحاليل اللي مكتوب عليها اسم جانج شوي معنا. وبعد ما خلصت المهمه ديت اخدت نفسي وقلت الفرج من عندك يا رب. طول ما النتيجه هتقول ان مفيش صله قرابه بيني وبين الولد ده، ولا هو يقرب لتشيم بينج من قريب او من بعيد، يبقى ما عندهاش اي حجه ولا لازمه انها تحبسني هنا. انا عبقري بجد. بس الدكتور بعد ما اخد عينات الدم راح واخد مساحات من بقنا وقال ايه علشان يتاكد مرتين تاكيد مزدوجه. يا نهار ابيض، الحسبه باظت مني خالص وقلبي وقع في رجليا. بصيت لاكياس العينات وهي متغلفه وحسيت ان ده مش مجرد عينات تحاليل، دي شهاده وفاه يا معلم. وعلى الظهريه كده تشي بينج كان لازم تروح الشركه علشان وراها اجتماع مهمه، وقبل ما تمشي ندهت عليا انا وجانج شيانا وقالت بصيغه الامر النهي مدرس البيانو بتاع تشين شياو جاي النهارده علشان الحصه. يا جانج لم نفسك واقعد مؤدبه، مش عايزه اي دوشه ولا تقطع. وبصت لي بصه تحذيريه كانها بتهددني، لو مش هتعرف تسيطر عليا انا اللي هعرف اسيطر عليه بطريقتي. تهديده يا بنتي، انا قلبي ميت وما بترعبش بسهوله. تشي بينج مشيت من هنا ودخل الفيلا راجل لابس بدله وشعره متسرح لورا بالملي ومنظم جدا. راجل في نص العمر كده. عرفت انه مدرس البيانو بتاع كيجوان وبيقولوا عليه مايسترو عالمي ومشهور جدا. المايسترو ده قاعد في نص الصاله الواسعه قدام بيانو جراند شكله كده بملايين، وشياو قاعد جنبه وهو بيسمع الكلام. بدا الالحان تعزف نغمتها حلوه وجانج فضل يتسحب بالراحه لحد ما قرب وهو بيبص بانبهار وعينه واسعه. يا نهار ابيض، البتاع الكبير ده بيغني لوحده. القائد كشر بس حاول يتماسك ويكمل تهميش وتجاهل الولد ده. خلصوا المقطوعه وبدا يدي تعليماته بس باسلوب زفته. صوابعك غلط، الاحساس هنا لازم يكون فيه حماسه مش ضعيف وخايب كده. ارفع رزق ايدك. هو انا قلت كام مره الموضوع ده؟ انت حمار ولا ايه؟ مش عاوز تحفظ مقطوعه سهله زي ديت ولا ايه؟ اسلوب القائد ده بقى اسوأ واسوأ وصوته عمال يعلى. تشين شياو نكس راسه ووشه الصغير احمر وعينه دمعت بس مش قادر يعيط بصوت عاليه. بصراحه وانا بتفرج دمي كان بيغلي. ايه القائد ده؟ هو بيعلم تلميذ ولا بيشتم في حفيده؟ جونج كمان ما قدرش يسكت، راح جاري فجاه على البيانو وضرب كفوفه على المفتاح وعمل هبده خلت الكل يتنطر من مكانه. ممنوع تزعق له. جونج شاور بصبعه على المدرس وهو بيزعق له بقلب ميت. انت اللي حمار وعيلتك كلها حميره. المدرس اتجنن وشاور عليه. يا واد يا بيئه يا قليل الادب انت عارف انا مين؟ رد عليه الولد وهو حاطط ايده في وسطه. مش فارق لي انت مين، لو زعقت له تاني هعمل بيبي على البيانو بتاعك ده. وحشي يا ابني والله، حركه صايعه في الوقت المناسب. القائد ده كان بيتراش من الغل وشاور عليا. هو ده الواد المتربي اللي انت مربيه؟ مشيت بالراحه بكل برود وسحبت جانج شياو ورايا وقلت له يا قائد ليه مش كده؟ ابني كلامه دبش شويه بس وجهه نظره صح. بصيت لكيجيان وقلت العيال معموله علشان تتعلم مش علشان تتهزق. اسلوبك ده غير انه بيكسر شخصيته وبيطفي ثقته في نفسه، هيفيده بايه بعد كده؟ بص لي باحتقار وقال وانت تفهمني ايه في الفن؟ واحد فلاح زيك كده ما سمعش اي حاجه قبل كده. ضحكت شويه وقلت له يمكن ما سمعتش عن اي معزوفه، بس اعرف ان اي مزيكا في الدنيا مهما كانت فخمه معموله علشان الناس تسمعها وتتبسط. الفن اللي ما بيفرحش الناس ما يسواش بصله. ورحت على البيانو وشمرت كماميه. هي حكايه عزفه يعني؟ ما انا كمان بعرف اعملها. قدام انبهار الكل قعد واخد نفس عميق وافتكرت الاغنيه اللي فضلت اتدرب عليها في الكليه علشان اشقط بيها بنات. صوابعي بدات ترقص على المفتاح وطلعت لحن كلنا عارفينه مشهور جدا. الشمس طلعت
الورد ضحك لي. العصفورة قالت لي صباح الخير، رايح فين بشنطتك ديت؟ عزفت نشيد المدرسة بمنتهى الحماس والإبداع. الصالة بقت هس هسة، المدرس بقى فاتح بقه لدرجة إن ممكن تحط فيها بيضة من الصدمة. وشي جيان عينه وسعت كأنه شاف بوابة لعالم جديد. خلصت العزف بحركة روشنة ورفعت حاجبي للمدرسة. ها يا عم الأستاذ، تفتكر صوابعي كان فيها إحساس وحماس كفاية ولا إيه؟ وش المدرس جاب ألوانه، قلب أحمر فأبيض، شاور عليا وهو بيتهته ومش عارف ينطق كلمة، وفي الآخر نفض كمه بحركة درامية وقال بيئة دي إهانة كاملة للفن. ولم شنطته وجرى وهو بيبرطمه، وقبل ما يمشي حدف آخر تهديد إنه يحكي كل اللي حصل لتشي بينج. احكي يا حبيبي من خايف منها. تشي شيوان بصلي بنظرة إعجاب وحب صافية. يا عمو أنت بتعزف حلو قوي. قلت له وأنا فارد صدري كده بفخر، طبعا يا وحش تحب تتعلم، أنا اللي ممكن أعلمك بجد. وبقينا طول الظهرية في الفيلا الفخمة ديت شغالين ذهب الليل وطلع على الفجر وأغاني الأطفال كلها، وجيانج مسؤول عن الرقص والغناء، وأنا بقى المدرس بتاع البيانو، وتشين شياو هو اللي بيسقف. الفرحة بينا إحنا التلاتة كانت بسيطة قوي كده. لما تشينج مي خلصت اجتماعها ورجعت البيت وهي هلكانة، شافت المشهد العائلي اللطيف ده ووقفت عند الباب مذهولة وهي شايفة التلاتة عمالين يضحكوا ويهيصوا. لحظة كده نسيت فيها غضبها. ماما انت جيتي؟ عمو علمني اعزف وكان يوم ممتع قوي. تشي بينج اتسمرت مكانها، دي اول مرة تشوف ابنها بيضحك من قلبه كده، وبصت لي بصة فيها حيرة مش بس برود وتلج. قلت في بالي يا ولد يا ولد، التلج بدأ يسيح، بس الموبايل رن في ثانية وشها قلب ضلمة اول ما سمعت كلمتين. بتقول ايه؟ طفشتوا المدرس ليه؟ وايه حوار عزف اغاني الاطفال ده؟ قفلت وبصت لي بصة تحت الصفر. يا جنجزية انت طلعت من سهل وجريء قوي. قلت لها بتواضع مزيف، ده من ذوقك، انا تالت احسن واحد في العالم. بس تشي بينج اخذت نفس عميق وبتحاول تكتم غيظها وقالت بكره في يوم رياضي العائلات في مدرسه شياو شياو، هتاخد جنج شيومان وتيجي معايا. قلت لها وانا اجي ليه؟ قالت لي انا الام وانت هتيجي بصفتك الطرف الثانيه الاب يعني. الكلمه طلعت منها بالعافيه كانها بتبلع زلطه. واهم حاجه تلم نفسك، مش عاوزه اي مشاكل، وانت عارف العواقب لو حصلت حاجه. نظام الثواب والعقاب ده لا، ده نظام كف وبعده ألم شديد. اروح يوم رياضي في مدرسة إيلايت، ده كأني فرخ بلدي رميته وسط طواويسة، دي هتبقى فضيحة بجلاجل بكرة. انا شايف المنظر ده من دلوقتي. تاني يوم ركبنا عربيتين ودخلنا المدرسة الملكية الأسطورية دي بهيبة. البوابة كانت مرصوصة عربيات فاخرة، والاهالي لابسين كأنهم ماشيين على ريد كارب في مهرجان فخم جدا. واول ما تشي بينج ظهرت بقت هي السنتر والكل بص عليها، وانا ماشي وراها كأني بلزق في واحدة غنية بتصرف عليا. جانج شيان وتشي شياو ماسكين ايد بعض ومنبهرين بكل حاجه. السباق بدا بسرعه، واول فقره كانت سباق الثلاث رجاله، انا وابني فريقه وهي وابنها فريق تانية. يلا يا بابا لازم نكسب المركز الاول. بصيت لجزمتها البراند الغاليه وجزمتنا الرخيصه اللي لسه شايلينها بالصدفه وقلت يا ستاره. اول ما الصفيره ضربت بدات اعد 1 2 1 وطلعت بجنج زي الصاروخ، وكنا منسجمين جدا وسابقين الكل. وقبل خط النهايه بلحظه الدنيا اتكعبلت، اب بكرش في الحاره اللي جنبنا اتزحلق ووقع في اتجاه تشي بينج وتشين شياو. حسبوه. من غير ما افكر وبغريزتي فكيت الرباط وجريت زي السهم، زقتهم بكل قوتي بعيده وهم وقعوا على النجيله بسلامه ومن غير خدشه. اما انا بقى فبقيت تحت الاب اللي وزنه 100 كيلو. يا ظهري يعني حسيت ان اعضائي الداخليه اتعجنت في بعضها، وشفت النجوم في عز الظهر والمكان اتقلب والمدرسين جريوا علينا علشان يشيلوا الراجل من فوقيا. انت كويس يا استاذ؟ كنت مرمى على الارض زي الكلب الميت ومش قادر اجمع ولا استوعب ايه اللي حصل لفتره. تشي بينج في اللحظه دي رمت البرستيج ورا ظهرها خالص وجريت عليا ونزلت على ركبتها وهي بتتراش علشان تطمن عليا. سالتني بصوت كله لهفه وخوفه انت جرالك ايه؟ انت كويس؟ رسمت ابتسامه على وشي وحاولت ارفع راسي وقلت لها انا تمام لسه فيا الروح، بس حاسس ان في دبابه داست فوقي وعجنتني. في ثانيه كان يانج جا وتشين كمان يجروا عليا وهم بيعيطوا وبقوا يحضنوني واحد من اليمين وواحد من الشمال وهم منهارين من العيط وبينادوا عليا ببابا. لما شفتهم في الحاله ديت قلبي فجاه دفى وحسيت ان الوجع اللي في ظهري خف كتير، وقلت لنفسي والله تستاهل. لقطه البطل اللي بينقذ الجميله دي ما كانتش خسرانه خالص. بعدها شالوني على النقاله زي العساكر المصابين في الحرب وعلى طول على المستشفى في عربيه الاسعاف، وبعد شويه فحوصات وتحاليل الحمد لله طلعت سليمه، مجرد كدمات وتمزق جامد في الانسجه الرخويه اسفل الظهر ومفيش اي كسور. نمت في اوضه في اي بي راقيه والممرضه كانت قايمه معايا بالواجب وزياده. تشي بينج خلصت الحوارات اللي في المدرسه وجريت على المستشفى، وقفت جنب السرير وبصت لي بصه غريبه فيها مشاعر متلخبطه كتيره وقالت لي بصوت واطي شكرا. دي كانت اول مره تشكرني فيها بجد ومن قلبها. رحت انا
مطلع الروشنه اللي جوايا وحاولت اعمل فيها جامد واخد وضعيه الكولا، بس الحركه جت في جرح ظهري واتوجعت لدرجه اني كشرت من الالم. قلت لها وانا بهز نص هزه: بقول لك ايه يا ست تشينا، كلمه شكر دي مش هتاكل معايا عيشه، دي اصابه عمل يا فنانه، احسبي بقى مصاريف المستشفى وتعويض عن عقدتي من الشغل وتعويض نفسي ومعنوي، وشوفي الليله ديت هتعمل كام وجهزي لي الشيكه. تشي بينج برقت لي بس غصب عنها طرف شفايفها اترفع بابتسامه خفيفه وقالت لي: حقك مش هيضيع. سكتت شويه وكملت: اللي حصل النهارده كان غلطي، ما كنتش لازم اجبرك تروح. ردت عليها وانا بحركه ايدي بخداعه: يا خبر، انت طلعت بتعرفي تتاسفي يا هو ده، حصل خير، اعتبريها تجربه في الحياه. وفجاه الباب اتفتح ويانج وتشي ياون دخلوا وهم شايلين سمك فاكهه كبير جدا، باين ان تشي بينج هي اللي اشتريتهم. يانج شيومان جرى على السرير وسالني بخوف: بابا لسه في حاجه بتوجعك؟ وتشين شياو نكس راسه في الارض وقال بصوت واطي: عمو انا اسفه. طبطبت على راسهم هما الاثنين وقلت: يا حبايبي انتم مالكوش ذنب في اللي حصل، المهم اني شفتكم قدامي كويسين كده، انا قلبي ارتاح خلاص. تشين شياو بص له وعينه بتلمع وقال: عمو انت كنت شجاع جدا النهارده. يانج شيومان رد عليه بثقه: طبعا ما هو بابا ده سوبر مان. لما شفت نظره الفخر ده في عينيهم كل الوجع اللي كنت حاسس بيه اتبخر في الهواء. تشي بينج كانت واقفه على جنب بتتفرج علينا في صمت، ونظرتها كانت عماله تتحول وتبقى حنينه اكتر. الايام اللي بعدها عشت فيها ملك زمانه، الكل بيخدمني وانا متدلع اخر دلع. تشي بينج كانت بتجيلي المستشفى كل يوم، ومع ان كلامها قليل بس ما بقاش دبس زي الاول، والعيال بقوا هم الممرضين الخصوصيين بتوعي. يانج شيومان كان عليه يحكي لي نكت، وتشي شياو كان بيقرا لي قصص. وفي يوم وانا بسمع تشين شياو وهو بيقرا قصه الامير الصغير وكان صوته هادي جدا، الباب اتفتح حجمه قويه، دخل واحد معرفوش لابس بدله شيك ووراه جيش من الصحفيين. اول ما دخل زعق وقال: سمعت انك مخبيه ولادك في السر وحاطه ابوهم هنا في المستشفى، الكلام ده صح؟ وبدات فلاشات الكاميرات تضرب في وشنا زي المطر. انا اتصدمت وتشينجينج وشها اتغير خالص وحاولت تداريني انا والعيال بجسمها وزعقت: انتم مين ومين اللي سمح لكم تدخلوا هنا؟ فين الامن؟ الراجل اللي كان معاهم ابتسم برزاله وقال: اهدي يا ست الكل، احنا بس عايزين نتاكد من شويه تفاصيل، الاستاذ ده هو ابو العيال صح؟ والطفلين دولت ولادك التوأمه. الكاميرات كانت متوجهه دايركتر عليهم وعلى يانج وتشين شياو. قلت في سري: يا نهار ابيض، ده اكيد فخ من المنافسين بتوعها علشان يوقعوا شركتها بفضيحه من هنا. تشي بينج كانت بتتراش من الغضب بس علشان تحمي العيال ما كانتش عارفه تعمل ايه غير انها تتراجع لورا، والصحفيين كانوا بيهاجموها بشراسه ويسالوها: علاقتك ايه بالاستاذه؟ وهتعلني عن ولادتك ولا ايه؟ اول ما شافتهم خلاص هيقتحموا السرير خدت قراري انا في ثانيه، نطيت من السرير ونسيت وجع ظهري خالص، مسكت دوقه الميه اللي جنبي وهجمت على الصحفيين وزعقت: انتم بتصوروا ايه؟ روح امك انت وهو. وبعدين شديت تشي بينج والعيال وشاورت على الشباك وقلت: انزلوا بسرعه انا هغطيكم. الحركه دي خلت الكل يتسمر في مكانه، الصحفيين غيروا ميه ورجعوا لورا بخضه، وتشي بينج كانت مذهوله من اللي بيعمله. قلت لها: نطي، ده الدور الثالث مش حكايه يعني. وبدات اقطع في ملايه السرير واربطهم في بعض علشان اعمل حبل وانا بتكلم بسرعه زي الرشاشه. انا في بلدي كنت بنط من الخامسه، انزلي وما تخافيش. طبعا كنت بهبد، انا اخر صدمه ليا كانت من الدور الثاني ورجلي اتكسرت، ربطت طرف الميه في المواسير ورميت الطرف الثاني من الشباك وقلت لهم: انزلوا وانا هامن الطريقه. تشي بينج ترددت اللحظه بس لما شافت الصحفيين عددهم بيزيد بره جزت على اسنانها وشالت تشي شوان ونزلت اول واحده، ويانج شيومان وراها على طول. الواد ده طلع قلبه ميت ونزل زي القرد بالظبط. يانج شيومان صح من تحت: بابا انا هستناك تحت. اطمنت ان هم نزلوا ولفيت راسي للصحفيين اللي كانوا لسه بيفوقوا من الصدمه وضحكت لهم ضحكه تحديه، مسكت المخدات وسبت الفاكهه وكل حاجه قريبه مني وقعدت احدفهم عليهم: تعالوا بقى يا حيلتها انت وهو، اما اوريكم شغل ولاد البلد على اصوله. بعد ما عملت خناقه محترمه وفوضى تخليهم مش عارفين يركزوا رحت ماسك الملايه ونطيت من الشبكه. طبعا ما كنتش برنس في النزله ونزلت على التوته رزعه حلوه، وجع في الظهر ووجع في الحوض، ضربتين في الراس توجع. تشي بينج جريت عليا تسندني وهي مرعوبه وعينيها محمره من الدموع وقالت: انت مجنون ولا ايه؟ قلت لها وانا بزقها: بلاش رغي دلوقتي، خلينا نخلع شويه. وفعلا هربنا من المستشفى في حاله يرثى لها، وانا بجري في رجلي ومسنود عليها لحد ما وصلنا فيلة يون دينج. الكل كان لسه مخطوط، وتشي بينج كلمت اداره العلاقات العامه في شركتها علشان يلموا الليله ديت، اما انا فاترميت على السرير ومش قادر اتحرك خالص. يانج وتشين شياو فضلوا جنبي وقلقانين جدا علي، ويانج سالني برقه: بابا هو انت هتموت؟ قلت في سري: شكرا يا حبيبي على الروح المعنويه ديت والله. تشي بينج دخلت الاوضه بعد ما خلصت شغلها وطلعت الكل بره وسابتنا
وسابتنا لوحدنا. سالتني يا يانج انت ليه عملت كده النهارده؟ استعبطت وقلت عملت ايه؟ ده كان دفاع عن النفس مش اكتر. قالت له هي بتقعد على طرف السرير، مش ده اللي قصدي عليه، انت كان ممكن تسيبنا وتخلع بجلدك، ليه خاطرت بنفسك علشان تنقذنا؟ بصت لوشها تحت النور، كانت شايله كل الحواجز اللي منا وباين عليها التعب والحيره الشديده. ما كانتش المديره القويه، كانت مجرد ست عاديه. سكت شويه وبعدين قلت لها انا ما عملتش كده علشان انقذك انت. عينيها فجاه انطفت، فكملت كلامي انا عملت كده علشان انقذ ولدي. بصيت في عينيها وقلت يانج شيومان ابني وتشين جياو كمان ابني، دول اخوات وما اقدرش اشوف حد فيهم بيتاذى واسكت. وزياده على كده وقلت لها وانا ببتسم انت ام ولادي وما كانش هسمح لحد يضايقك وانا واقف اتفرج. تشي بينج اتجمدت مكانها وفضلت بصالي كتير وبعدين وطت راسها وبدات كتافها تتهز بالراحه وشفت دمعه نزلت على ايديها. يا خبر ابيض دي بتعيط والله. بدات اتوتر وقلت ايه ده؟ لا 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 بلاش عياطه، انا كنت بهزر، انت عارفه لساني متبر مني. حاولت اتحرك علشان اواسيها بس وجع ظهري سمع في عظمي وصرخت. قالت لي بسرعه وهي بتمسح دموعها ما تتحركش، ورفعت راسها وبدات تهدى بس عينيها لسه محمره. مدت ايديها وشالت خصله شعري من على دماغي. صوابعها كانت ساقعه بس لمستها عملت زي الكهرباء في جسمي وقلبي دق جامد. قالت لي يا يانج نتيجه تحاليل الدي ان ايه هتطلع بكره. قلبي سقط في رجلي، اللحظه اللي كنت خايف منها جت. سالتني لو طلعت النتيجه ان هما الاتنين ولادك هتعمل ايه؟ ما عرفتش انطق هعمل ايه بالفعل. اهرب؟ ما انا هربت قبل كده. اسلمها يانج شيومان قلبي مش هيطوعني. سكتنا احنا الاتنين وساد صمت تقيل لحد ما سمعنا صوت يانج شيومان وتشين شياو بيتخانقوا بره. كله بسببك بابا اتعور. لا مش بسببي، دول الناس الوحشين. انت نحس؟ لا انت اللي نحس. بصينا لبعض انا وتشي بينج وضحكنا ضحكه فيها مراره وقله حيله وقلت يمكن الموضوع مش بالسوء اللي انا متخيله ده. تاني يوم صحيت على هزه جامده. يانج شيومان كان ماسك ظرف وبيشاور بيه قدام وشي. بابا بص ده تقارير التحليل. قلبي اتنفض ديت لحظه الحسمه. خدت الظرف بايدي بتتراشى، كان تقيل كانه جبل. تشي بينج كانت واقفه جنبي ووشها جد جدا والعيال بصين لي بتوتر. خدت نفس عميق وفتحت الظرف. كان في ورق كتير مليان مصطلحات علميه، فقلبت بسرعه لاخر صفحه علشان اشوف الخلاصه. مكتوب بالنص بناء على تحليل تسلسل الدي ان ايه بين المدعو يانج شياو والمدعو يانج شيومان لا توجد اي صله قرابه بيولوجيه. ايه؟ بصيت للورقه بصدمه مش مصدق عينيا. الكلام واضح ومكتوب بالاسود على الابيض. يانج شيومان مش ابني من دمي ولحمي. ازاي ده حصل؟ انا فاكر كويس لما جيت اخد العينه علشان اشغلهم جرحت صباعي بس من التوتر باين نقطه الدم اللي حطيتها كانت. بصيت لتشين بينج كانت بتبص لي بهدوء غريب وقالت زي ما كنت بتمنى يا يانج، هو مش ابنك. عقلي وقف مش ابني، امال ابن مين؟ وقبل ما افهم اي حاجه طلعت ورقه تانية وقالت وادي تقارير تانية خدوا واقرأوا. كان تحليل لتشي بينج ويانج شيومان والنتيجه كانت تشي بينج هي الام البيولوجيه ليانج شيومان زي ما كانت شكه بالظبط. تشي بينج بصت لي بنظرتها البارده وقالت دلوقتي عندك حاجه تانية تقولها، انت كذبت عليا 6 سنين وسرقت ابني مني 6 سنين. يا بجحتك يا جنجه. انا بقيت فاتح بقي ومش عارف ارد بكلمه واحده وللاسف كان عندها حق، انا فعلا كذبت عليها. بصيت لي جنج شيان والولد كان واقف مبلم تماما ومش فاهم اي حاجه من اللي بنقولها قدامه وبصوت طفولي سال ماما انت قصدك ايه؟ مش هو ده بابا اخويا الصغير؟ تشي بينج ما ردتش عليا وطلعت عقد كانت مجهزاه ورمته على السرير وقالت لي يا جنجه علشان خاطر الايام اللي بينا علشان انت انقذت حياتنا قبل كده هديتك فرصه اخيره، خد ال10 مليون يوان دولت وخد بعضك واختفي من دنيتنا خالصه ومش عايزه اشوف وشك قدام العيال تاني ابدا. 10 مليون يوان يعني ضعف المبلغ اللي عرضته عليا من 6 سنين، مبلغ يخليني اعيش ملك في اي مدينه واصرف يمين وشمال بقيه حياتي. بصيت للعقد وبعدين بصيت لجنج شيومان اللي واقف جنب السرير وتايه خالص. كل اللي فات في ال6 سنين عدى قدام عيني زي الفيلم. اول مره قال لي فيها بابا، اول مره اتعلم يمشي، الليالي اللي كان بيبقى تعبان فيها وانا شايله طول الليل ومش قادر اغمض عيني خوفا عليه، المرات اللي كان بيعمل فيها مشاكل واروح اعتذر بداله وهو يروح مخبي لي بونبونايه في جيبي علشان يصالحني. من عيل صغير بين ايديا ربيته لحد ما بقى زي القرد بيعرف يتسلق الشجر ويصطاد العصافير. ده هو دنيتي كلها، ودلوقتي في حد عايز يشتري دنيتي ب10 مليون يوان. ضحكت واخدت العقد وتحت نظرات تشي بينج اللي لسه زي التلج مسكت الورقه وقطعتها في فتافيت صفحه ورا صفحه والورق كان بيقع زي التلج على الارض. قلت لها يا ست هانمه الفلوس حاجه حلوه ومحترمه بس في الدنيا ديت دايما في حاجات
الفلوس ما تقدرش تشتريها. من 6 سنين انا غلطت واخدت فلوسك ومشيت بيها، ودي كانت غلطتي الكبيره، وعشت 6 سنين مش عارف اديله الحياه الرفاهيه اللي يستحقها، وكنت حاسس انه قليل الحيله، بس من اول يوم انا عملته كانه حته مني من دمي ولحمي. انا اللي علمته يمشي ويتكلم، وعلمته ان الراجل لازم يكون دغري وشجاع. ده ابن جنجه، وحتى لو ما فيش بينا صله دم هيفضل ابني للابد، ولو عاوزه تاخدي مني يبقى على جثتي. الله الله على الكلام ده. كلامي نزل في الاوضه زي القنبله، ووش تشي بينج اتخطف ولونها بقى باهت خالص. هي اكيد ما كانتش تتخيل ان واحد بيجري ورا الفلوس وفلاح زيي ممكن يقول كلام زي ده. شفايفها كانت بتتراش ومش عارفه تجمع جمله على بعضها، وفجاه الولد قعد يعيط بهستيريا وهو بيقول بابا ما تموتش، انا مش عايزك تموت، ومش عايز ماما، انا عايزك انت بس يا بابا، ارجوك ما تسيبنيش. وجرى عليا وحضن رجلي وهو ميت من العياط. نزلت على ركبتي واخدته في حضني جامد، وعيني بدات تخرور بالدموع، وقلت له يا ولد يا عبيط، هو انا اقدر اسيبك برضه؟ في الوقت ده تشي بينج شيا وقرب مننا وبص له، وبعدين بص لامه. وش الصغير كان مليان حيره وتردد، وبعد لحظات مد ايده الصغيره ومسك طرف قميصي وقال بصوت واطي يا عمو ارجوك ما تموتش. قلبي رق فجاه، وفي اللحظه دي سمعت صوت ما كنتش متوقعه خالص، جاي من عندي الباب بيقول خلاص بقى كفايه لحد كده. ويدخل راجل عجوز شعره شيب بس هيبته تملى المكان، وماسك عصايه وسندال السكرتيره بتاعته. ده يبقى ابو تشي بينج، رئيس مجلس اداره مجموعه تشين، الشخص الذي حكم مجال المال والاعمال. تشي بينج وقفت مخضوضه وقال بابا انت ايه اللي جابك هنا؟ العجوز رد بحيره لو ما جيتش العيله ديت كانت هتخرب بسببك، وبص في الاوضه بنظره حاده لحد ما عينيه جت عليا وقال لي انت اكيد جنجي زايا. قلت له وانا فارد ظهري ايوه انا. قال لي انا شفت تقارير تحليل الدي ان ايه، ورايح ناحيه بنته وقال لها يا بنتي يا غبيه ازاي تتجرئي وتزوري تحاليل الدي ان ايه؟ انا تنحت وبرقت وقلت ايه تزور، وبصيت لتشي بينج اللي وشها بقى ابيض زي الورقه. ابوها كمل كنت فاكره ان مش هعرف انك ناويه على ايه، كنت عاوزه تستخدمي تقارير مضروبه علشان تشفطي جنجي زايا وتاخدي العيله لنفسك، انت انانيه جدا. وطلع ملف تاني من السكرتير واداهولي وقال ده بقى التقارير الحقيقيه. ايدي كانت بتتراش وانا بفتحه، والنتيجه كانت مكتوبه بالبنط العريضه. تاكيد ان جانجي زاي هو الاب البيولوجي لجانجي شومان، وتاكيد ان جاي زاي هو الاب البيولوجي كمان لتشيش يوا. حسيت ان في 10,000 كلب هاسكي بيجروا في دماغي، الدنيا لفت بيا. والست ديت وشاورت على تشي بينج وانا مش قادر انطق من الغيظه. انت كنت ناويه على ايه بالظبط؟ الاول تزوري تقارير وتقولي ان شيومان مش ابني وعاوزه تشتريني بالفلوس. تشي بينج نطت اخيرا وقالت كنت بختبرك وبس، كنت عاوزه اعرف ايه اللي في قلبك ومين اهم عندك الفلوس ولا العيال. من 6 سنين كنت مستعده ترمي كل حاجه علشان القرش، وكنت خايفه تعمل كده تانية. انا اتصدمت، يعني كل الفيلم ده كان مجرد اختبار. قلت لها بدي وادي النتيجه يا ستي. ارتحت كده. هي ما ردتش بس عيونها الحمراء كانت باينه فيها كل حاجه. العجوز اتدخل وقال خلاص اللي فات مات، المهم دلوقتي العيال. وبص لي انا وهي وقال انتوا الاثنين الاب والام الحقيقيين، ومحدش ليه حق يحرم الاثنين منهما. واقترح ان هم يتجوزوا خلاص. وانا وهي صرخنا في نفس الوقت جواز، انا هتجوز تشي بينج، دي نكته كونيه ولا ايه؟ العجوز ده بيحلم اكتر مني بكتير. بنته قالت له بابا انت بتقول ايه؟ انا اتجوز ده مستحيل. وانا رديت فورا ولا انا كمان، انا واخد على حريتي في الريف، مش عايز اقضي بقيه عمري قدام جبل تلج بيتحرك. هي ردت بغيظ انت بتقول على مين جبل تلج؟ قلت لها اللي على راسه بطحه بيحاسس عليها، وبدانا نتخانق من تانية. بس العجوز صرخ فيا انتوا الاتنين اسكتوا، انتوا فاكرين ان عايز كده؟ لولا احفادي ما كانش فارق معايا انتوا اصلا من الاساس. ويشاور على العيال وقال اسالوهم كده لو عاوزين عيله كامله، عيله فيها اب وام سوا. العيال بصوا لبعض وهزوا راسهم بالموافقه. وجانجي شيومان قال بصراحه انا عايز بابا وماما يفضلوا مع بعض. وتشين شيا وقال بهدوء انا كمان عايز كده. العيال باعونا في ثانيه. انا وتشي بينج سكتنا خالص، وابوها قفل الموضوع وما اداش فرصه للنقاش من الاساس. لازم تتجوزوا، طبعا هيكون جواز صوري، كل واحد في اوضه ومحدش يدخل في حياه التانيه. ولما العيال يكبروا لو عاوزين تطلقوا انا مش هقف في طريقكم خالص. بصيت انا وهي لبعض وكان في لمحه تردد في عيوننا، بس ده كان الحل الوحيد علشان ننهي الموضوع ده بسلامه. العجوز سابنا ومشى، وفضلنا احنا الاربعه في الاوضه، والجو كان تقيل ومحرج جدا لدرجه ان السكوت كان ممكن نبني فيه شقه 3 اوض وصاله. في الاخر انا اللي اتكلمت وقلت طيب يا جبل، اقصد يا سياده الرئيس تشين، ايه رايك؟ بصت ليا بغيظ كده علشان لسه فاكره الاسم، وقال ببروده علشان خاطر العيال انا ما عنديش مانع. قلت لها تمام وانا كمان ما عنديش مانع. وفي رمشه عين موضوع جوازي من تشي بينج خلص. وبعد
3 ايام كنا بنمضي القسيمه في السجل المدني، وانا ماسك القسيمه الحمراء في ايدي حسيت اني بحلم. من 6 سنين بعت نفسي علشان الفلوس، وبعد 6 سنين ببيع نفسي علشان ولادي. الدنيا دي فعلا فيها دراما غريبه. وعلشان احتفل بالعيله الجديده ديت قررت اطلع المواهب اللي عندي في الطبخ، ورفعت مساعد الشيف ووقفت في مطبخ الفيلا لوحدي. جانج شيومان سالني وهو ريقه بيجري: يا بابا هتعمل لنا اكله حلوه ايه؟ قلت له هعمل لكم الاكله اللي ما فيش زيها، طاجن الفراخ بالبطاطس والسلطه. وطلعت الديك الكبير اللي كنت مربيه عندي في البلده بقالي نص سنه، وبدات اجهز في احلى وليمه. تشي بينج شياو وامه تشي بينج كان باين عليهم جدا ان هم عمرهم ما شافوا حاجه كده في حياتهم، واقفين بعيد ومقلقين. نص ساعه والروائح بقت بتطلع من المطبخ وتضرب في النافوخ حرفيا، ريحه تجوع البلد. خرجت لهم بحله فراخ مكبسه بالدخن وحواليها عيش ووجبه محترمه، وحطيتها على السفره بقلب جامد وقلت لهم: يلا يا جماعه مدوا ايديكم ودوقوا اكل بابا. جانج شيومان كان اول واحد يهجم، خطف حته عيش وغمسها في الصوص وفضل ياكل لحد ما وشه بقى بيلمع من السمنه، وقعد يقول: يا لهوي على الحلاوه، ايه الطعم ده؟ قمت حاطط ورك فرخه في طبق شين شياو وقلت له: خد يا بطل دوق انت كمان. شياو خد قطمه كده بحرصه، وفجاه عينيه لمعت وبرقت من الانبهار وقال: ده خيال. بصيت لتشينج بينج بغرور وقلت لها: يا سياده الرئيسه تحب تشرفينا برايك ولا ايه؟ هي ترددت لثانيه بس مسكت العصيان وخدت حته فرخه صغيره حطتها في بقها بكل برستيج وانتكه، وفجاه اتسمرت مكانها وما نطقتش ولا كلمه، بس فضلت تسحب حته ورا حته ورا حته، وفي الاخر خلصت على نص الحله لوحدها. يا بنت المفجوعه، لسانها بيقول لها لا بس بطنها كانت صريحه جدا بصراحه. وبعد العشاء كنا لسه حاسين اننا عيله غريبه شويه، فقعدنا في الليفينج قدام التلفزيون، وجانج شيومان وتشين شياو كانوا لازقين فيا ومش بيبطلوا رغيه، وتشي بينج قاعده بعيد شويه على كنبه لوحدها وماسكه مجلده اقتصاديه، بس عينيها كانت كل شويه تزيغ في اتجاهنا. كان في فيلم كوميدي شغال واحنا الثلاثه ميتين من الضحكه، وبعد شويه حتى تشي بينج ما قدرتش تمسك نفسها وضحكت بجد. في اللحظه دي ضوء القمر كان ضارب في وشها، وحسيت ان جبل التلج ده ممكن فعلا يسيح مع الوقت. شكلها كده هتقلب بتلزيق الوقت. حياتنا بعد جواز العقد دي كانت مليانه مواقف محرجه وكيمياء غريبه ما حدش يتوقعها. انا جانج شيا اتحولت من مجرد مربي فراخ في الريف لجوز رئيسه مجموعه تشين في غمضه عينه. طبعا مهمتي الاساسيه كزوج كانت رعايه الاولاد. تشي بينج فضلت زي ما هي مدمنه شغله، تنزل بدري وترجع متاخر، بس بدات ترجع بدري اكتر واكتر. زمان كانت اخر واحده بتمشي من الشركه، دلوقتي بقت تكسل اي خروجات او سهرات ملهاش لازمه علشان تلحق العشاء معانا، علشان عارفه ان في 3 مستنيينها في البيت. انا بقى اكتشفت موهبتي التانيه، سوبر بابا الشيف العالميه. بمهاراتي في الطبخ اللي في ليفل الوحش ديت قدرت اسيطر على كروش العيله كلها، وبالذات تشي بينج اللي كانت تقعد تشتكي ان اكلي دسم ومش صحي، بس هي اكتر واحده كانت بتاكل منه. العلاقه بين ولادي الاثنين كمان بقت زي الفل. جانج شيومان بقى هو البودي جارد بتاع تشين شياو، لو حد فكر يضايقه في الحضانه ابني بيتولى الموضوع، وتشين شياو بقى هو المدرس الخصوصي بتاع شوشومان، كل يوم يذاكر له ويقرا له قصص. واحد شقي زي الارنب والتاني هادي وعاقل، بس راكبين على بعض قوي. النهارده بقى كان في حفله سنويه لمجموعه تشين، وبصفتي فرد من عيله الرئيسه اجبرتني اني احضر. كنت لابس بدله غاليه جدا وحاسس اني غريب وسط الناس الشيك ديت، كاني صرصار في وسط وحوش حرفيا. تشي بينج كانت طالعه زي الملكه في فستان سهره فضي بينور وسط حيتان البيزنس بكل ثقه. كانت كل ما تتقدم لواحد تقول له: ده جوزي جانج شيا. كنت احس بنظرات الناس اللي فيها اعجاب على غيره على شويه تنمر كده من الكبار دول. قلت في بالي: بصوا براحتكم، انت اصلا لو اتشقلبتوا مش هتعرفوا تبقى جوز الست ديت اصلا. في نفس اللحظه دي جه واحد نطح كده وشكله فرفور وماسك كاس في ايده، ده كان رئيس الشركه المنافسه اللي بعت الصحفيين يضايقونا في المستشفى، واسمه وانجا. قلب ابتسامه صفراء عاش من شافك يا تشين، طالعه منوره والله. وبعدين بص لي وقال بطريقه: وده بقى مستر جانج الاسطوري، سمعت عنك كتير، بجد راجل موهوب. التنمر في صوته كان فخم جدا لدرجه ان اي غبي يحس بيها. وش تشينج بينج بقى لوح تلجه، وقبل ما تنفجر فيها قمت ماسك ايديها بسرعه وابتسمت له بكل ثقه وقلت له: مستر وانج مش كده؟ انا كمان سمعت عنك كتير، بيقولوا شركتك بتغرق اليومين دول. معلش يا بطل، البيزنس يوم فوق ويوم تحت، مش زي انا ضربت معايا من الاول واتجوزت ست فل الفل، ودلوقتي مأمن مستقبلي ومش شايل هم حاجه طول عمري. قمت شادت تشي بينج من وسطهم وقربتها مني وهمست في ودانها: صحيح يا حبيبتي مش كده ولا ايه؟ تشي بينج جسمها اتخشب كده بس كملت اللعبه وهزت راسها، وانج وشه اسود في ثانيه. كلامي كان باين ان عايش على مراتي، بس في الحقيقه كنت بلقح عليه ان شركته بتفلس، وفي نفس الوقت بغيظه بعلاقتنا. ضربه بسيطه
بس مفعولها اهانه في مقتله. وانجي من كتر الغيظ ما عرفش ينطق بكلمه، قمت رافع كاس الشمبانه وبدات الف بدلع زيه وقلت له يا مستر وانجا بدل ما تضيع وقت هنا وتتريق على ناس، روح شوف حل الموظفين بتاعك اللي مش لاقيين يقبضوا، وما تنساش لحد ما شركتك تفلس وتيجي تشحت واخليك تمسح المداري بتاعه الشركه. وخدت تشيبينج ومشيت ببرستيج وسبته وهو بيشتم وبيبرطم. اول ما رحنا ركن هادي تشيبينج نفضت ايدي وبصت لي بنظره فيها كلام كتير، قلت لها بابتسامه في ايه انا بس بردت نارك شويه مش كده؟ سكتت شويه وسالتني انت مين بالظبط؟ ضحكت وقلت لها انا مجرد فلاحه وابو ابنك وجوزك قدام القانون. طب والمستقبل؟ سالت. قلت لها تعدي الكوبري الاول ولما نوصل نبقى نشوفها. بصيت لانوار الحفله والولدين وهما بيسرقوا تورته من بعيد وحسيت ان حاليا كل حاجه تمام وزي الفل. تشيبينج بصت في نفس الاتجاه وابتسمت، وابتسامتها دي كانت زي التلج اللي بيسيح او ورده بتتفتح في الربيع. يمكن هي ديت الحياه، دايما مليانه مفاجآت ولفتات محدش يتوقعها. مين كان يصدق ان اتفاق عبيط من 6 سنين يتحول بعد ذلك الى عائله تغمرها الدفء والسعاده؟ بصيت للست اللي جنبي ولعيالي وحسيت براحه بال عمري ما عشتها. ولكن يا عم مش مهمه، لو قضيت بقيت عمري لازق في مراتي كده فدي احلى صفقه عمر عملتها في حياتي. ولكن هنا يا اصدقائي بتنتهي قصتي، وانا هعيش بعد كده في سلام وامانه. عايش بقى انا لسه متقمص الشخصيه، والله اني لا هلاقي واحده زي دي ولا اني لا حد يشوفني ولا بص الدنيا بايظه خالص معانا. هنعمل ايه؟ انا معلش يا جماعه انا عارف ان القصه دي بتيجي على الجرح، وهلاقي في التعليقات بقى كل شويه واحد يقول لي ما فيش واحده زي دي اتجوزها يا ابو عمو. هنعمل ايه بس؟ كلها احلام يا صاحبي والله ومش لاقيين اي حاجه نعملها. المهم يعني سيبها على الله ودمتم في امان الله. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم من نسل قريب. ترزعونا باللايك والاشتراك الرهيب، يعني عاوز المقطع ده يوصل على الاقل كام لايك؟ والله بصوا انتوا اكتبوا في التعليقات انتوا عايزين كام لايك وانا ما عنديش مشكله. ويلا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.